السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ونرجع على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهاردة كده روتين، اول روتين ليا في شقتي، واول اللي عشان كام حد دخل لي في الكومنتات وبيقول لي عايزين نشوف الشقة، اعمل اول روتين في الشقة وكده. فانا قلت اعمل لكم اول روتين النهاردة في الشقة. اسفة. بس مني خلصت الشقة، كنت انا عند ماما مني، كنت تعبانة شوية، فكنت قاعدة عند ماما اسبوع كده. وطبعا روحت بقى الشقة، انا كنت مروقاها قبل ما امشي ومروقة الشقة وكل حاجة. بس هي طبعا لما رجعت طبعا من التراب، من طبعا الشقة بتبقى مقفولة فبتبقى متطربة وكده. فقلت لا، لازم طبعا اللي انا اروق الشقة كده واشوف ايه اللي ناقص فيها واشوف ايه اللي في الشقة. وكان عندي غسيل كده اغسل، انا ما بسيبش غسيل عندي والله، بس عشان طبعا لما جيت لميت وكده وفرشت يعني غيرت طقم السرير وغيرت الحاجة. ف... فطبعا الغسيل طلع من كده. فانا طبعا اول ما قمت من النوم كده عملت لي كوبايه شاي زي ما انتم ما شايفين عايزه، وقمت مغيره طقم السرير وفرشه طقم السرير تاني، والاطفال برضو غيرت طقم السرير وفرشه طقم السرير تاني. كنت انا هنا خلاص فطرت الحمد لله. هنا بقى مكان العشاء بتاعي امبارح، وطبعا في اليوم ده انا ما عملتش اكل فيه. كلمته قلت له اي اكل من بره، سندوتشات، كريبات، اي اكل من بره، عشان في اليوم ده كنت بروق وعايزه اخلص الشقه كلها، وكنت تعبانه، وكنت المفروض ان انا اروح اكشف. فانا كنت بخلص بسرعه علشان ان انا اروح للدكتور عشان اكشف وكده. فكنت بستعجل بعمل بسرعه يعني علشان اللي انا انتهي. ده طبعا كده المطبخ. فكنت خلاص بروق الشقة بقى، قلت عشان امسح واحط المقلة في الغسيل دورة يعني في قلب الغسيل وكده، عشان اخلص واشوف اعمل ايه. دي طبعا اوضة الانتريه هي نضيفة، انا حاطة ملاية كده على الارض على السجادة بتاعت اوضة الانتريه، عشان السجادة عندي فاتحة. واحنا الشاشة طبعا في الانتريه، السجادة ما تبص او مفيش حاجة تنزل منها غصب عني. فانا حاطة الحتة ديت على اما ان شاء الله ابقى اجيب حافظة يعني وكده. حتى برضو الحتة اللي شفتها اللي قدام التلاجة في اوضه النوم، انا حطها برضو علشان برضو لو انا بطلع حاجة من التلاجة او حاجة وقعت منها غصب عني ما تنزلش على السجادة تبوظ يعني وكده. انا برضو ما بجيب لها احتفاظ برضو عن الحاجة، يمكن حاجة تقع منها غصب عني. انا هنا طبعا قدام باب الشقة، وانت انا هنا كنست الشقة كلها وكنست قدام باب الشقة. ده كده بصل وتوم، انا طبعا حطاهم في الاطباق ديت. الاطباق اللي هي الفاكهه يعتبر، عشان كنت انا حطاهم جوه في قلب التربو في المطبخ. بس طبعا مع صهد البوتاجاز والدنيا حر عندي والشتا لسه ما دخلش، فالبصل لقيته ضرب يعني وكده، لقيته مش ضرب معايا وخلى الريحه مش حلوه. فانا طلعته طبعا بره كده في الهواء، مفيش حد بيطلع له ولا حد يعني بيطلع فوق، انا في اخر دور، في الدور الخامس. فطبعا مفيش حد بيطلع. وده حامل كده مقشات، عشان طبعا المقشات وكده حلو يعني، بصراحة فكرة حلوة. مامة صاحبتي اللي قايله لي عليها، بصراحة فكرة حلوة. وده كده السين كنت انا كنسته، ده الجردل كده بتاع اللي انا بحطه في الخرطوم بتاع التكييف، عشان لو في حاجة وكده يعني. مبشغلوش اصلا التكييف اللي عندي صيف بس، يعني انا طول الشتا مشغلوش، حتى في الصيف انا مبشغلوش الا 5 دقايق بس او 10 دقايق بالكتير لما يكون عندي ضيوف بس، عشان انا اساسا جسمي بيتعبني من التكييف، يعني اصلا جسمي بيتعبني من التكييف ومن المروح، فما بقيتش كتير. كنت انا هنا بقى خلصت قدام باب الشقه كده كنست وخلصت و... ومسحت وطوقتها برضو بالشرشوبه، وما فاضليش بقى الا الحمام، وكنت طوقت الشقه كده بالشرشوبه، وما فاضليش بقى الا الحمام بس، هغسل بس الحمام بس. في اليوم ده تعبت قوي 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 ورحت للدكتور، فالحمد لله على كل حال، الحمد لله. انا طبعا كنت بحط الغسالة، الدورة بتاعة الغسالة، كنت لميت بقى طبعا المفاجة كنت حاطاها على الرخامة كده
آه، مدية منظر يعني شكله كده، فشلتهم. قلت علشان طبعا اسفة، بس زوري تعبني شوية. ادعولي بس ربنا يقومني بسلامة ويشفيني، علشان انا مصورة الفيديو ده بقالي اسبوعين 3، يعتبر داخلة على الشهر اهو. يعني انا مصورة الفيديو ده بقالي شهر بالظبط، بقالي شهر. فكل ما اجي انوي ان انا اسجل الفيديو وانزله اتعب، يحصل عندي ظروف، فالدنيا متلخبطه معايا. ادعولي ربنا يمنع عني، ربنا يبعد عني اي عين واي شر واي حاجه وحشه يا رب، ويشفيني ويقومني بسلامه انا واللي زيي يا رب. عشان انا حاليا دلوقتي تعبانه جدا وقاعده عند ماما، فادعولي بس ربنا يشفيني ويقومني بسلامه. طبعا قاعدة عند ماما، انا بسجل الفيديو ده وانا عند ماما، عشان قاعدة عندها، هقعد عندها شوية كده. فقلت اما اسجل لكم الفيديو بقى، بقيت خايفة لا يتمسح مني، فقلت اما اسجل لكم الفيديو. ده اول روتين ليا في الشقة، وعايزين كده نصلي على النبي ونقول ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. مش علشان حاجة والله، بس برضو لازم نقول بسم الله ما شاء الله قبل ما نقول اي حاجة، قبل ما نعرف اي حاجة، وقبل ما نشوف اي حاجة، وقبل ما اي حد يقول لنا على خبر حلو او خبر وحش نقول بسم الله ما شاء الله. انا طبعي كده، يعني أنا اي حد من اصحابي يكلمنا على حاجة، دخلت عند حد، شفت حاجة، بقول بسم الله ما شاء الله. فكلام حلو برضو مش كلام وحش. ونصلي على النبي كتير، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. انا هنا طبعا كنت بحط الفواتح، انا كنت بحط كله مع بعض، او مش كنتش بحط كله مع بعض، كنت بحط الفواتح وبعدين اطلعها وبعدين اقوم حاطه الغوامق كده. فكنت بشغل الغسالة يعني في اليوم مرتين 3. فطبعا ناس كتير قالوا لي غلط، عشان كده الموتور ممكن يبوظ. حط الفواتح، مثلا انت غسلت النهارده الفواتح، حط الفواتح وخلصيها، وابدأي ان انت تحطي بعدها تاني يوم مثلا ولا حاجة، حط اللي هم الغوامق اللي انت يعني تشغليها كل يوم، احسن ما تشغليها في نفس اليوم مرتين او 3. فانا طبعا هنا شغلتها زي ما هما ما قالوا، شغلتها بس هنا وسبت اللي هم الغوامق. طبعا هنا انا كنت بحط المسحوق، انا ما بحبش احط طبعا في العلبة بتاعتها، مش عارفة ليه، بس انا ما بحبش احطها بصراحة، انا بحب احط الحاجة كده. ده طبعا الاريال، دي العلبة اللي انا بقول لكم عليها، بس انا بصراحة ما بحبش احط فيه، يعني انا ما بستخدمهاش بصراحة، ولا في السائل ولا في الاريال. فبحط بقى اللي هو الاريال اهو، بجيب بقى لسه الحاجة واحط الاقسم. ما فاضليش كده، احط بقى الدورة ديت وادخل على الحمام امسحه واخلصه، علشان امشي بقى واروح للدكتور، عشان كنت عايزة ان انا اخلص عشان الوقت ما يضيقش عليا يعني وكده. وفي اليوم ده تعبت جدا والله، بس الحمد لله عدت سلمي يعني الحمد لله. ده طبعا كنت جايباه من فتح الله، بس لسه مستعملتوش. هنا بقى كنت داخله على الحمام خلاص عشان ادعكه، فقلت بقى عشان اخلص الحمام بقى بالمره. ده الكوتشي بتاعي، كنت قلت عشان اغسله برضه، كنت خارجه بيه كام مره، كنت بره بيه كام مره يعني، طلعت بيه، فقلت عشان اغسله مع انه في الجزمه نضيف. بس كنت بحط الاول ده بقية الهدوم الغوامق بقى سايباها، قلت مقلت يعني بكره ولا حاجه هبقى احطه. انا هنا طبعا جايبه الكوكتيل السايب ده، تحفه بصراحه، الكيلو ب7 جنيه. ويمكن الفيديو مش مظبوط، او مش عارفه، هو الفيديو فيه حاجه باين، التصوير مظبوط والصوت مظبوط، ياريت تقولولي. ده طبعا كلوركس الوان سايب برضو، الكيلو ب7 جنيه.
بس تقيل وجميل بصراحة، وبيخلي ريحة الغسيل حلوة. او شايفين تقيل ازاي، الكون بتاعه تقيل ازاي، احسن من الجراكي، وبيوفر معانا كتير على فكرة. هحط بقى الدوني والخل، عشان انا بحط خل في قلب الغسالة بيطهر الغسيل. حاجة بسيطة برضو، مش خل كتير، يا دوبك. انا كنت بدخل اجيب كده الحاجة من الحمام عشان انا احط. ده الدوني طبعا انا بوريهولكم. انا كنت جايبه ازازه، ماما كانت جايبه لي ازازه بس من اللي هي الازازه ديت، بس كان الدوني اللون البامبا. طبعا ما كانش حلو قوي والريحه ما كانش حلوه، فبعد ما خلص خلت ماما تجيب لي اللي هو الدوني ده. واحد عندنا بتاع الجمله هو اللي بيعملهم على ايده، بصراحه ما شاء الله، الله بيبارك له بصراحه. حاجته جميله جدا. الكيلو برضو ب6 جنيه، لا الكيلو ب6000، 6000 7 باين مش فاكره، بس انا هنا فضة في الازازة صغيرة. طبعا بحط هنا الدونة اهوت لغاية ما يتملي. شايفين القوام تقيل ازاي، والريحة بقى عايزة اقول لكم جميلة، وحياة ربنا جميلة. دي كده طبعا حطها تحت رجلي، عشان طبعا لو في مية نزلت ولا حاجة. ده الخل بقى متنزلش على المشاية بتاع المطبخ، بحط بس حاجة بسيطة كده اللي هو بس يطهر الغسيل. انا بحب احط خل. وفي المواعين على فكرة بحط نقطة بسيطة برضو على البريل، وبحط قشر الليمون اللي انا بستعمله. يعني الليمونة بعد ما بخلصها القشرة بتاعتها ما برميهاش، وبقوم حطها في قلب البريل، بتخلي ريحة البريل جميلة، وبتخلي ريحة الليمون جميلة. انا هنا طبعا كنت قفلت الغسالة ونسيت اللي انا ما شغلتش الغسالة، يعني حطيت الفيشة، قفلت الغسالة على اساس ان انا خلاص هشغلها، لقيت نفسي لسه ما حطيتش الفيشة، وافتكرت ان انا ما شغلتش الغسالة. فانا هنا طبعا كنت بفتح الغطا انا اهو عشان اعمل البرنامج بقى بتاع الغسالة. انا هنا كده كنت بشغل الغسالة، اشغل بقى الدورة بتاعتها واكمل بقى اللي انا بعمله. ان شاء الله يستنظروا مني فيديوهات كتير، روتينات كتير، واكلات كتير. بس ادعوا لي بس شويه، بس عليا اسبوع كده بس اما اروح الشقه عندي، عشان بس تعبانه شويه. ادعوا لي بس اللي انا اقوم بس بسلامه وهتنتظروا مني فيديوهات كتير باذن الله وروتينات كتير. بس والله الدنيا بس متلخبطه معايا، معلش. ادعوا لي بس ربنا يبعد عني اي شر واي حاجه وحشه بالله عليكم، انا واللي زيي، ويقومني بسلامه انا واللي زيي. اه. خلاص انا هنا كده شغلت البرنامج، وهنا سايبها الدورة بقى تشتغل براحتها. هدخل بقى ثبت الغسيل جوه وارتب بقى دنيتي. اليوم ده تعبت فيه اوي، وتقوم سراير غيرتها، شلت السجاد، فكنست وفرشت. بس في حاجات تانية كتير ما صورتهاش طبعا، عشان ما كنتش مالكه ان انا اصور كل ده. انا كنت بعمل بسرعه زي ما قلت لكم عشان امشي. انا هنا طبعا كنت لسه ما غسلتش طبعا الحاجه اللي في المطبخ، هغسلها بقى. وهنا غسلتها، وهنا طبعا كنت غسلت الحمام والقعده والحوض، وغسلت الكوتشي بتاعي، ومسحت الحمام. وده شفشق كده بحط فيه ميه، بقى عشان لو الميه راحت ولا حاجه اقوم واخده من الجرادل اللي انا حطاها في الزور دي مليهم ميه. بس ساعات الميه بتصفر مني بقوم كباها وماليه ميه تانية نضيفه. فباخد من الشفشق ده لو في الحمام ولا حاجه والميه قطعه،
عشان ما بقى ما ينفعش ان انا اشيل المية، جرد المية تقيل او ما ينفعش اشيل حاجة تقيلة، بكب بالشفشة يعني عشان ساعات المية بتقطع عندي. انا طبعا كنت مسحت الحمام وخلصت وفرشت كده طقم الحمام اهوت. وهنا طبعا كنت لبست بقى وخلصت وكده خلاص كنت بقى في باب الشقة بقى ورايحة للدكتور خلاص. رجعت بقى قال لي لا انتي عملتي شغل كتير ما ينفعش مينفعش انتي تعملي حاجة زي دي هنا وكده، لازم ترتاحي. فرحت قعدت عند ماما ورجعت.